منتخب مصر بيكتسح تونس ويتأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد ويواجه الجزائر في النهائي. نجح المنتخب المصري لكرة اليد في الفوز على نظيره التونسي في نصف نهائي بطولة أفريقيا بنتيجة 30-25 على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر على تونس بنتيجة 17-12. وشهدت المباراة سيطرة كبيرة لصالح لاعبي منتخب مصر وبالتحديد خلال أحداث الشوط الأول، والذي انتهى لصالح الفراعنة بفارق 5 أهداف. ويعتبر منتخبنا الوطني هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة أفريقيا بعد التتويج على حساب كاب فيردي، ويمتلك منتخب مصر في رصيده 8 ألقاب إفريقية. وجاءت نتائج منتخب مصر في البطولة على النحو التالي: فوز على غينيا بنتيجة 32-15،